أهلًا وسهلًا مدام بقالي، مرحبا بِك معانا ومشكورة على تلبية دعوة البرنامج. وي السلام عليكم، مرحبا بيا عندكم ومرحبا بكم عندنا في مرحبا، النقاش هذا. مرحبا بسي رشيد، مرحبا بالحنان، مرحبا بارك الله بك فيك. لاله سلمى في النقاش هاد شكرًا ليك. الاشكاليه اللي ولينا كنشوفوها كبيره كتقيس المجتمع ديالنا المغربي. شكرا على شكرًا، الاستضافه. مرحبًا أستاذة البقالي. يعني في بداية اللقاء ديالنا نحاولوا نعطيو تحليل يعني للوضع الديموغرافي والاقتصادي في المغرب، بحيث أن هاد المعطيات اللي تكلمنا عليها يعني في بداية اللقاء ديالنا طبعًا تشير إلى تغيرات عميقة في التركيبة السكانية والفئة النشيطة اقتصاديًا. فملي كنتكلموا على أنه باعتبار يعني معدل الخصوبة اللي تحدد في حدود طفلين لكل امرأة، وأيضًا تأخر سن الزواج بالنسبة النساء وحتى الرجال. فنمشيو مع الأستاذ رشيد القاشي. كيفاش نفسروا هاد التحولات اليوم الديموغرافية، خصوصًا انخفاض الخصوبة والتقلص أيضًا الفئة النشيطة أستاذ القاشي، وكيفاش نقدروا نقيسوا التأثير ديالها على القدرات يعني الاقتصادية ديالنا المغرب اللي كيهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة طبعًا أستاذ القاشي. مساء سعيد بالإذاعة الجهوية لمدينة مكناس. أهلًا وسهلًا. سعيد بلقاء الأخت سلمى، سعيد بلقاء الأخت حنان، نعم حنان مرحبا. في هذه الاستضافة اللي تجمع واحد الموضوع اللي مهم وغاية الأهمية، وهو العزوف عن الزواج. اهم. اللي بدينا تنشوفوه تيتفشى في المجتمع ديالنا، مع العلم أن في المجتمع ديالنا ما كانش بحال هذا الأمر. إذا هذا الموضوع ولا هذه الظاهرة بين قوسين، لأن مازال ما قدرناش أننا اهم. نشخصوها كظاهرة. نعم. فهمتي؟ هذا موضوع يؤرق اهم. المجتمع المغربي نظرا لمجموعة من الاعتبارات. نعم. أو باعتباره اليوم أستاذ القاشي نقدروا نقولوا موضوع اللي لابد التدخل فيه لربما قبل ما يتحول إلى ظاهرة نعم، اليوم اللي كتقيس المجتمع المغربي. نعم. قبل ما هذا الموضوع قبل ما يتحول لظاهرة، ضروري أن خصنا ندقوا بعدا نقص الخطر أكيد. على هاد كما تنقولوا السمات وهاد التحولات ديال المجتمع المغربي. فين تنلاحظوها هو أن كاين مجموعة من الشباب اهم. في هاد الساعة نعم. ما عندهمش فكرة ديال أنهم يتزوجوا. الزواج غائب طبعًا في التفكير. غائب في التفكير كيفهم. ديالهم، مع العلم أن في واحد الوقت غير قبل الألفية الثالثة كان الزواج كان واحد المطمح ديال مجموعة ديال الشباب. يعني أنه باش يولي واحد الشخص مسؤول داخل المجتمع وفاعل داخل المجتمع، خصو يكون مرتبط وعنده مزوج وعنده أسرة اهم. ومكونها. دابا في هذه الألفية الأخيرة، يعني تقريبا نعم. ما بقينا ما تنلاحظوا هو أن مجموعة ديال الناس اللي فاتوا سن الزواج اهم. بالمناسبة، هو أن كاينين الناس فوق 40 وفوق 50 إلى حدود الآن أنهم ممزوجين ومرتاحين. إمم. هذا هو الإشكال. إمم. هو أن في واحد الوقت كان الإنسان اللي كان ما تيتزوج في واحد السن تعتبر عادي. إمم. فيه العيب نعم. ولا فيه لربما المشكل. اليوم كان كما كنقولوا السيدة يعني وصلت يعني كتعيش مرحلة العنوسة. مرحلة العنوسة إمم. وهي ما مزوجاش، ومع العلم دابا مع ما العلم أصبحش عيب، يعني حتى الكلمة العنوسة ما ما بقاتش عيب. بقاتش عيب، ما بقاتش آه. عيب. اذا حنا في المجتمع ديالنا حاولنا ما امكن اننا نتادابطوا عليها، كما تنقولوا نتاقلموا على هذه الكلمه، وما بقاش عندنا عيب. وبالتالي كاين شي حاجه اهم. ماشي هي طبعًا، هذيك. التساؤلات اللي خاصنا مم. نطرحوها أستاذ رشيد القاشي. فنمشيو باش نرصدوا هاد الظاهرة هذه. هي ليست ظاهرة كما قلتِ أستاذ رشيد القاشي. نرصدوا هاد الواقع هذا مع طبعًا الخبيرة في العلاقات الزوجية لاله بقالي. أنتِ معنا على الخط، مرحبًا. معك أنا مرحبًا. معكم. فباعتبار التجربة ديالكم الميدانية، أنتِ دابا قريبة يعني خلال المركز ديالكم اللي فتحتوه في هذا المجال هذا، في يعني في العلاقات الزوجية والcoaching الزوجي أستاذة البقالي. فنبغيو نرصدوا معاك الواقع
حقيقة يعني الأزواج اللي كيجيو عندكم دابا المركز، واش كاين يعني واحد الشباب، ربما نتكلموا حنا على الشباب بداية، واش كاينه فكرة ديال الزواج رائجة يعني في المجتمع ديالنا المغربي؟ نقدروا نحددوا واحد النسبة ديال يعني الشباب اللي ربما حاليا يعني كيفكروا في إقامة علاقة زوجية، أستاذة البقالي؟ وي لاله سلمى، بعدا شكرا على التطرق لهاد، انا حيت كنقولوا حاله اجتماعيه ولا ظاهره، حيت ملي كتكون حاله راه كتكون ظاهره اجتماعيه. نعم. وصفتي انني كنت ماتش ميكر في اول فكره الزواج اللي هي تقريبا 12 سنه، كما قلتي عندي تجارب واقعيه، يعني كما كيقولوا كنحس بهاد الازمه اللي ولا كيعيشها المجتمع المغربي نعم. ايران. يعني فهذا في الحقيقه راه كاينه ازمه وناقص الخطر. هادشي ضمن بزاف الحلقات برامج إذاعية وبرامج تلفزيونية، إذ أنا باعتباري أنني مؤسسة وهذا ديال شركة خاصة، ولكن دائما البرامج ديالي كنقول الدولة أنها خصنا تعاونوا، لا أنا ولا الدولة ولا المجتمع المدني، أننا نقدروا كما قلت في الأول أننا نتجاوزوا هذه الأزمة هذه، لأن باقي يعني ممكن نلقاو حلول، ماشي نشوفوا الحالة ونخليها تفاقم. دونك كما قلت لك بتجربتي يعني في الميدان، أن نعم. الناس ماشي يبداو كيتجاهلوا، ماشي زعما ما باغيينش يتزوجوا. هاد العزوف كظاهره اجتماعيه هي بقينا كنتعرفوا كما قال الاستاذ، اي بقينا كنتكيفوا معها، ولكن في الواقع راه لا، راه كاينه مشكل. لان ملي كتشوف ان حنا كندويو على جميع الاعمار، يعني بنت في عمرها 20 سنه حتى البنت في عمرها 60 سنه وباقا بلا زواج كيجيو عندنا. علاش؟ حنا كشركه عندنا بزاف ديال المبادئ السريه، وهذا ملي كنجيو كنجلسوا معاهم ولا كنديروا معاهم لي زونتريتيون، هذا راه هي كتحس ازمه، غير هي كتبغي تادابتا بذريعه انها خدامه او مثلا ماديا، يعني نعم. قائمه بالذات ديالها، ولكن هي كتشكل لها هذا التاخر في الزواج ازمه نفسيه. علاش؟ نعم، يعني ربطتيه طبعا أستاذة البقالي بالجانب النفسي، ربما التأهيل النفسي لا يسمح يعني بالنسبة أكيد. للشباب اليوم يفكروا في فكرة الزواج، هذا هو المقصود أستاذة البقالي؟ نعم، لان كما عرفتوا سواء المراه ولا الرجل محتاجين بعضياتهم. هذه ظاهره فيزيولوجيه وسيكولوجيه ما يمكنناش نتغطاو عليها. اي راجل محتاج للمراه واي امراه محتاجه للراجل، ولكن لاسباب وعوامل يعني اقتصاديه واجتماعيه ونفسيه وثقافيه هو اللي خلانا تولد هذه الحاله الاجتماعيه ديال العزوف، تاخر في السن ديال الزواج. ولكن هذا انا عندي دراسات على المستوى الوطني، يعني من الشمال للجنوب، حيت ملي كنهضروا على المغرب راه كندويو على المدن الصغرى، على المدن طبعا. المتوسطه، نعم، المناطق الحضريه والقرويه ايضا. والحمد لله دابا الناس ولات كتلتجأ للزواج، ما بقاوش لان دازوا من هذيك المرحله ديال التعارف او مثلا خلق علاقات عابره ولا هذا، ولاو كيقلبوا على الزواج وعلى الاستقرار. دونك حنا ما نقدرش نقولوا بان الناس بدات كتشوف هذيك المشكل الازمه ديال العزوبه، يعني كما كيقولوا التاخر في الزواج كأن ولات حاله نفسيه، ولاو كيقلبوا على الحلول. والدليل هو انه ولاو تكوين دابا راه بعض المراكز اللي عندنا، وان مثلا كيعاونوا في هذا الباب هذا وكاين اقبال. نعم، هادشي اللي حنا كنبغيو نسمعوا طبعا. مدام بقالي، يعني نسمعوا على انه الشباب اليوم ما زالت فكره الزواج غائبه، يعني باعتبارها مؤسسه اجتماعيه اللي كتمهد يعني للتنشئه الاجتماعيه، كتصنع جيل جديد يعني اللي اليوم المغرب معتمد عليه. فكما عطينا مؤشرات في بدايه اللقاء ديالنا على ان المغرب كيهدف على انه يحقق واحد النمو اقتصادي يفوق 4% سنويا في افق 2025، ولا يمكن تحقيق ذلك الا بواحد البنيه شبابيه اللي هي حيويه، اللي غتخلق الاستثمار، تخلق مشاريع وبرامج يعني وفرص عمل يعني للشباب اليوم. فطبعا غنرجع لك استاذه البقالي اذا سمحتي، من بعد ما نمشي مع الاستاذه حنان شاد. استاذه حنان، فكما اليوم كنتكلموا على ان هذا الموضوع هو مرتبط اليوم بارقام للاسف، يعني رغم ان كما تفضلت الاستاذه البقالي على انها تعطينا مؤشرات على كاين هناك يعني واحد تفاعل ايجابي مع فكره الزواج، الاستاذ رشيد القاشي تكلم على انه اليوم مازال ما نقدروا نتكلموا على هذا الموضوع، على هذا الواقع كظاهره، ولكن الارقام تقول غير ذلك. اليوم كنتكلموا على 4 أو أكثر من 4 ملايين مرأة فوق 30 عام بدون زواج،
وحتى أن المتوسط الزواج الأول لدى النساء كيقرب ل 25 سنة ومقابل 31 سنة لدى الرجال. كيفاش غنفسروا هذا الأمر هذا؟ طبعًا أستاذة حنان. هي أول الإشارة العزاب راه تيحتفلوا بهم في اليوم العالمي نعم. ديالهم، راه دار ليه 11 نوفمبر، أييه، وما عرفنا هذا هاد يوم 11 عالمي. هذا هو احتفال. واش الاحتفاء زعما بحيث الإنسان يفرح بأنه عازب، ولا خصو يبكي على طبعًا. على راسو أنه لأنه عازب؟ صح هو أكيد، يعني تيقول لك دابا راه حتى اليوم تداخل العالمي. يعني بزاف ديال الآراء والأفكار حول هذا الموضوع. اليوم كنحتفلوا به لدرجة أنه ولا الأمور طبيعية عادية، هاد الشيء نتقبلوا اللي أن كاين هي كما كنقولوا الزواج يعني قدر، يعني إلا ربي كيسهّل فيه. ولكن هناك عاوتاني أسباب الإنسان باش يسهّل الزواج. أكيد، تفضلي. حنا إلا هضرنا على الظاهرة ديال العزوبة، فهي ظاهرة قضية عالمية، ماشي غير اهم، في المغرب فقط، طبعًا. ما كتقتصرش على المغرب. داك الشيء علاش كيحتفلوا به دابا عالميًا. حنا هذا الشيء باش نعرفوا بأنه راه النسب ديال العزوبة مرتفعة في العالم كامل. إمم، وإلا جينا نقارنوا كما قالت الأستاذة الفاضلة، يعني مقارنة ما بين العالم القروي والمجال الحضاري، راه المجال الحضاري كنشوفوا بأن النسبة مرتفعة أكثر من القروي. اهم، القروي هناك مجموعة ديال الأمور البسيطة اللي كتسهّل وكتساعد على الزواج، لحقاش في أييه، العالم القروي تلقاو مازال هناك يعني تعلُّق وارتباط بالمبادئ والقيم ديال جدودنا ديال اهم، والدينا، اللي مازال تما الناس متشبتين بها. أييه، بعكس يعني المجال الحضاري اللي كنشوفوا يعني في ظل هاد التحولات اللي كنعيشوها الاجتماعية والثقافية، راه يعني ما بقاش عندنا تكوين أسرة نعم، كهاجس بالنسبة للشباب ولا الشابات. إمم، زائد كنشوفوا يعني من خلال الإحصائيات ربما يعني رأي الأسرة يُحترم من خلال المراكز المنشأة وكتقول بأن عليها إقبال، ربما ما كاينش هناك تعميم مثل هذه المراكز. يعني أنا على يعني الصعيد شخصيًا الوطني. على الصعيد الوطني عمري ما سمعت عليها، يعني أييه، أول مرة ومثال كنعرف على أنا هذه مستوى مدينة المعلومة. مكناس ما على كتواجدش مثل هاد المراكز. ويعني وذلك عليه زعما على باقي المدن. اهم، حنا اللي كنشوفوا الآن بأنه الواقع المعاش، كنشوفوا نسبة البطالة اللي هي مرتفعة يعني في صفوف الشباب خاصة الرجال. اهم، مازال كنقولوا هنا إقبال على النساء من خلال يعني سوق الشغل. كنشوفوا دابا العيالات أو البنات ولاو خدامين كتار من الدراري، إمم، وهذا عامل من العوامل اللي تيخلي الشباب نعم، أنهم ما عندهمش القدرة أنهم يفتحوا بيت أو أنهم يأسسوا أسرة. طبعًا، ويتحملوا زائد تكلفة الزواج اللي هُم زائد كيعتبروها مرتفعة حاليًا. فعلًا نعم، هي تحمُّل تكلفة الزواج، يعني المتطلبات اللي هي كثيرة اهم، وغالية بزاف. يعني غالية، حنا تنقولوا على الغلاء ديال المعيشة، هو اللي تيخلي عدم القدرة على كيخاف داك الشاب من تحمُّل المسؤولية. اهم، كيقول كيفاش غنقدر نتحمل المسؤولية في ظل هذا الواقع اللي حنا كنعيشوه. حنا كنشوفوا بأنه كما قلنا البطالة مرتفعة، ما أييه، عندوش واحد المكسب، واحد المدخول اللي يقدر به يأسس أسرة، وحتى إلا لقاه تيكون قليل. اهم، يعني الأغلبية تلقاو بواحد الصالير اللي هو قليل مقارنة مع متطلبات أو إنشاء أسرة أو أنه يدير وليدات أو أنه يتقدم في حياته. تيلقى راسو أمام واحد التحدي اللي هو كبير، تيخليه مبلوكي، اهم، بل وكيربي عنده واحد التخوّف، واحد الخوف. حنا كما قالت الأستاذة راه هناك كاين الناس اللي عندهم النية باش يتعرفوا بعضياتهم، الشباب أييه، بعضياتهم، البنات والدراري، الشباب والشابات إلى آخره. ولكن نقدروا نقولوا هذيك يعني ما يفوق 47.7 لدى الإناث في الإحصائيات زعما اهم، الأخيرة مقابل 28.3% تلقاو بأن هناك تخوّف. علاش؟ لأن النساء فاش كتلاقى مع واحد الشاب اللي كتشوف فيه أنه ما قادرش، نعم، نقدروا نقولوا هي ما تصبرش ولا هي عاشت في واحد الأسرة اللي كانت كتوفر لها بزاف ديال الأمور، ولكن ملي تتلاقى مع واحد الشاب واخا متخلّق، اهم، واخا ظريف، واخا هو من إمم، أسرة اللي هي كريمة إلى آخره، ولكن المستوى ديالو الاقتصادي اهم، بالدرجة الأولى. حنا ما نهضروش على الاجتماعي ولا النفسي، هادوك حوايج أخرين اهم، عاوتاني. المستوى الاقتصادي ديالو ما غاديش يقدر أنه يوفر لها يعني شي اهم، حوايج اللي أضعف الإيمان اللي توفروا لها في دارهم. صح، اش كدير؟ رغم كتكون واحد الفترة ديال التعارف بيناتهم ما كتكملش. اهم، نعم، كيخلي نظرًا كيخلي البنات للخوف من المسؤولية. الخوف من المسؤولية، وحتى هي كتخاف حتى البنت بالنسبة لها مثلًا كتكون نعم، خدامة واحد الخدمة اللي هي زوينة وصالير مزيان، إمم، دائمًا كتكون
يعني قليل اللي تلقاو نسب قلال، اللي تلقاو أن تقدر تقبل بواحد الشاب اللي قل منها في الصالير، واضح، واضح. فهي بحالها هي أكثر منها. هذا سبب من بين الأسباب نعم. طبعًا أستاذة حنان شاد. يعني تفضلي أستاذة بقالي، طبعًا تفضلي. ممكن ندخلها في هذه النقطة أكيد، هذه باش توضح ديال الأهداف المركز. حيت مرحبا. دابا نورمالمون حنا في المركز ماشي كان حنا جينا باش نشجعوا على الزواج، حيت حسينا أن كاينة أزمة الزواج، كاين عزوف. أكيد. ولكن حنا ضيفنا خدمات أننا نزيدوا أننا نعاونوا هاد الناس أنهم يلقاو شريك الحياة ديالهم بالمواصفات اللي هما باغيين، لأن هما كيمثلوا لنا أنهم هربوا من الواقع اللي عنده المعاش اللي قدامه، ولو كيقلبوا على حلول من بينهم هاد المراكز. حنا ماشي كنجيو كنتزوجوا، عندنا خدمات موازيه. اول حاجه هي فكره الزواج، ولينا اول حاجه كنشجعوا على الزواج الحلال في اطار شرعي، فهمتي؟ بغينا نقضيو على هذيك أييه. المواقع فحنبغيو طبعا أستاذة بقالي هذه مبادرة إيجابية منكم طبعا، يعني البحث عن شريك الحياة. تفضلي. فنبغيو نفهموا كيفاش يعني تتم هذه المسألة هذه، يعني ملي كيكون حتى العائق المادي، يعني حتى العائق المادي ملي تيكون. هذه النقطة اسمح لي بين قوسين، هي باش ما عرفتش باش هو وقتها، هو باش بالنسبة للأساتذة اللي معاك يفهموا التدخل ديالي. بالنسبة للناس اللي كيجيو عندنا حنا كنشجعوا على أي مستوى. يقدر يجي عندك واحد الدرويش كيتسجل معنا، هو أننا كنعاونوه يتزوج ونلقاو الإنسان اللي كتناسبو بهذيك المواصفات اللي عنده هو، حيت حنا كنديروا الماتش ميكين، كنشوفوا أي واحد المواصفات اللي عنده، لأن الخبيرة كتعرف عليه وكتعرف عليه مزيان وكتحاول تعطيه مثلا الاقتراحات من طبق هذيك المواصفات اللي هو فيه. كتعلموا انه بعدا يعرف راسو ويعرف هو شنو باغي، وكنجيبوا له وحده اللي تقدر تكون معاه يعني مناسبه ليه، يعني حتى هما يعني كيكونوا عندهم دي بوين كومان اونتر لي دو. هادشي باش كنقول لك حنا الهدف السامي اللي عندنا هو التشجيع على الزواج بصفه عامه الحلال. نعم. عاد كنشوفوا كندوزوا الخدمات الاخرى الموازيه، ومن بعد ان شاء الله نزيدوا نطلقوها ان شاء الله. طبعا مدام بقالي، فهذه النقطه هذه بالضبط غنمشي مع استاذ رشيد القاشي. فاحنا اليوم استاذ رشيد القاشي باش يعني نواجهوا هذا الواقع العزوف عن الزواج عند الشباب. اليوم كنتكلموا على مبادرات اخرى خارج الاطار التقليدي اللي كان من قبل. فكان الزوج او الرجل يعني كيبحث عن شريك الحياه ديالو يعني باللقاءات يعني خارجيه الى غير ذلك. اليوم صبحوا مراكز اللي كتشجع على الزواج. حنا ما نناقشوش هذه النقطه هذه بالضبط، ولكن بغيت معاك استاذ رشيد القاشي نتكلموا ونواصلوا الحديث ديالنا على الاسباب. فطبعا كما تفضلت الاستاذه حنان شاد تكلمت على الجانب الاقتصادي، حنا نتكلموا على الجانب الاجتماعي. باعتبار اليوم الشباب نقدروا نقولوا اليوم كيقول لك انا عندي الدار، عندي الطوموبيل، خدام بالبوست ديالي الى غير ذلك، ولكن ما عندي غرض في الزواج. شنو غيضيف لي انا هذا الزواج؟ باعتبار على انه صافي عنده علاقات نقدروا نقولوا صداقه بين قوسين، يعني بالنسبه يعني ما بين الطرف الاخر كيسمح له انه يعيش كل دوك اللحظات ديال اللي كيقدر يعيشها في اطار الزواج. كيفاش نفسروا هذه الظاهره هذه وهذا التحول الجذري اللي اصبح قائم يعني في المجتمع ديالنا المغرب؟ نعم، هناك مجموعة ديال الأسباب، وكما طرقت الأستاذة حنان الأسباب الاقتصادية، وتعتبر الأسباب الاقتصادية أهم أسباب اللي تتفرض عزوف الناس ديال الزواج. ما غيمكنش واحد الإنسان ما خدامش وغادي يتزوج، ما يمكنش. هذه واحد المسألة، هذا هو منطق. دونك حنا في المجتمع المغربي كاينه واحد مازال مجتمع تقليدي، مازال حنا مجتمع تقليدي، مازال يؤمن بأن الراجل عنده الريادة طبقا للتعاليم الإسلامية طبعاً. على أساس أنه هو القوام. وبالتالي في إطار مجموعة ديال المشاكل اللي تعانيها المجتمع المغربي، مشاكل اقتصادية، نقص ديال فرص الشغل، نقص ديال الامكانات اللي غادي تفرض عليه انه يتزوج، تيدير العزوف عن الزواج. نعم. بالاضافه كما قالت الاستاذه حنان، هو ان كاين مجموعه ديال عباد الله خدامين. خدامين تنقولوا خدامين، ولكن بين قوسين وبين هلالين في اطار ان المعيشه وارتفاع المهول للمعيشه والتضخم ما يقدرش داك الصالير ديالو ولا داك الاجره ديالو انه يتحمل مسؤوليته في
كما إعادة تنقولوا أسرة. انبعاث اسره. أييه. زائد ان الاحصائيات اللي قلتي ان كما تنقولوا داك معدل الخصوبه راه حتى اللي مزوج ما باغيش تا الدراري. ما باغيش الدراري، أييه. لان في واحد الوقت كانت العدد العادي في الاسر ديالنا جدودنا وبواتنا وداك الشيء 6 مم. 6 في الدار، لو مينيموم بوسيبل في مجموعه ديال الاسر. هذا هو اللي ستلقاه، هذا هو العادي. مهم. اما كاين ما اكثر، مع العلم ان الاوضاع الاقتصاديه في واحد الوقت كانت بير مم. على هذا الشيء، مهم. كانت اكثر، ولكن كانت النيه على اساس ان نفونديو اسره، على اساس مم. اننا نأسسوا ناسسوا أسرة. اسره. كاين القناعه الفكريه والقناعه الاجتماعيه على اساس واش هذا اننا يعني توجه يعني نقدروا نقولوا الفردانية، الواحد يفضل أنه يعيش نعم هو مهم. التوجه ديال الفردانيه. حنا في واحد الوقت كنا تنعيشوا كمجتمع. مم. نقدر انا نكون شويه ما عنديش، يعاونني خويا، يعاونني العائله ديالي، يعاونني الوالد، مم. يعاون السكن، يقدر نسكن أيه. مع الدار، نقدر نكسس اسره. دابا في هذا الوقت العولمه فرضات الخيارات ديالها. طبعا. هو اننا حنا ضروري اننا مرتبطين بما ان العالم قريه صغيره، وفي اطار كاين وسائل التواصل الاجتماعي، مهم. ولينا مرتبطين بالخارج اكثر ما مرتبطين بالداخل. طبعا الخارج كما قالت الاستاذه حنان هذه ظاهره عالميه، عالمية صح. ولكن في المجتمعات العربية الغربيه والمجتمعات الغربيه عندهم عادي، أيه. ما كاينش المشكل. مم. احنا مجتمع شرقي، احنا مم. مجتمع منغلق، احنا مجتمع مازال فيه مجموعه ديال المعطيات اللي حنا تنقدسوا مؤسسه الزواج. طبعا. ولكن بما ان كاين داك التواصل مع الخارج، ولينا اننا تنحاولوا ما امكن اننا مم. تنشوفوا داك الحياه اللي عندهم بحال عاديه، مهم. وبالتالي ولات تتاثيرنا وتتحاول ما امكن اننا نخدموا عليها، طبعا وبالتالي للأسف. للاسف. رغم مجهودات دابا ديال الأسر، أستاذ رشيد نعم. القاشي، نربطوها بالنقطة كنا تكلمنا عليها قبل ما نطلعوا في آه. المباشر، على أنها مرتبطة بالتربية. دابا راه مشكل، راه الوالدين هما يعني عارفين هذا الواقع هذا بدراية بهذا الواقع هذا، ولكن نقدروا نقولوا بأن الأمور خرجت على نطاق التحكم. نعم الأسرة عندها واحد الدور أساسي في الزواج. من الطفل تيتربى في أسرة اللي هي كما تنقولوا عادية ومستقيمة، ما كاين حتى حاجة متماسكة. متماسكة، يؤمنوا بفكرة الزواج، وبالتالي تيحاول ما أمكن أنه يدير إعادة الإنتاج ديال الأسرة ديالو. مهم. ولكن احنا ولدينا تنشوفوا مجموعة ديال الظواهر الغريبة اللي تنعيشوها داخل الأسرة، طبعا. وبالتالي الطفل اللي عايش في ذاك الأسرة تيحاول ما أمكن أنه يتشبع بهذاك الأفكار، وبالتالي راه ما تيقدرش إلا عاش في أسرة مفككة ما يقدرش يأمن بالزواج. واضح طبعا. أستاذ رشيد القاشي، نقطة جد مهمة اللي ترتيها طبعا أستاذ رشيد القاشي، اللي غيخلينا ننتقلوا لمحور آخر نتكلموا على المؤثرات. دابا بما أن الأسرة على وعي بأهمية تأسيس طبعا أسرة، نخليو نشجعوا وليداتنا على الزواج، ولكن كاين دخلاء اللي اثروا على هاد المساله هذه، وهي العالم الافتراضي، العالم ديال الانترنت والمواقع التواصل الاجتماعي. لربما اليوم اصبح يعني كيرسم ملامح جديده للعلاقه وللزواج. هذه النقطه هذه غنتكلموا عليها من بعد ما نرجعوا من هذا الفاصل. ديال الزواج داخل الأسرة تغير بزاف، خاصة يعني منذ الطفولة يعني والنشأة ديال دوك الأطفال داخل أسرة معينة كما كانت، حتى كيولي شاب وكتكون عنده فعليا القدرة على الزواج، ولكنه يعني ما تيبغيش في آخر المطاف أنه يتزوج. كما قلتي انفتاح على العالم الآخر، وجود الانترنت، وسائل أيه. التواصل الاجتماعي أيه. غيرت بزاف د المفاهيم والمبادئ يعني في الشخصيه ديال الشباب ديالنا، طبعا. الا ما وحتى في قلتش منذ المفهوم الطفوله عفوا. طبعا أستاذة حنان، وحتى في المفهوم العلاقات العاطفية. نعم. دابا راه للأسف ولا كلشي متاح. يعني دابا راه تنقدروا نقولوا على أنه إقامة واحد العلاقة، نقدروا نقولوا علاقة جنسية بدون يد ديال الزواج، راه ولات للأسف متفشية بشكل كبير يعني في الوسط ديالنا. علاش؟ لحقاش دابا انفتاح العالم الاخر الغربي، هنا فاش كنهضروا على القيم الدينيه والوازع الديني، غياب الوازع الديني خلى هاد الانفلاتات هذه. يعني في الشباب ديالنا اولا ما تلقاوش دور الاسره اللي كيقدر ياثر
يأثّر منذ يعني الشباب منذ الطفولة يعني يعطيو ديك القيمة للزواج اهم. يعني دينيًا، وزائد تأطير في إطار الانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي، المراقبة فهمتِ باش إمم. نراقبوا وليداتنا ولا الشباب ديالنا شنو هُما نوع المحتويات اللي كيشوفوهم. كما قلتِ بالنسبة يعني هاد العلاقات أو يعني ما هو عاطفي، غير مشروعة. اهم. النضج العاطفي ما بقاش عندنا في المجتمع. باش الإنسان يوصل لواحد المستوى ديال النضج العاطفي خصو واحد التكوين معيّن وخصو واحد الإطار اهم. يبقى فيه معيّن باش يكون النضج سليم. وهنا يمكننا نهضروا على الوعي الجمعي. الوعي الجمعي في علاقته بالوازع الديني لحقاش حنا مسلمين، ولكن ما نراه في وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة له بذلك. إمم. حنا كنشوفوا مجموعة ديال المظاهر ما بقاش المفهوم كما قال الأستاذ وكما تفضلتِ وقلتِ أنتِ أيضًا لاله سلمى، اهم. أن الزواج ما بقاش المفهوم ديالو مقتصر فقط على رجل ومرأة. نعم. دابا ولينا كنشوفوا مظاهر ومشاهد ديال زواج ما بين مرأة ومرأة، زواج ما للأسف. بين رجل وراجل. هاد الشي ça veut كيتصرف dire داخل ولا المجتمع ديالنا. تيعطي واحد التناقض داخلي عند المجتمع. تخيل الطفل ملي كينفتح أو كيشوف واحد المحتوى معين فيه بحال هذا الشيء كيفاش غادي يكبر؟ اهم. أصلًا ما غتبقايش تشوف هذيك الشوفة يعني المرأة اللي بحالو باش يكون عنده واحد النضج عاطفي اللي هو سليم، نعم. ما غاديش يكون عنده، غيكون عنده واحد الارتباك، غيكون عنده واحد الخلط، غيكون عنده واحد التناقض. وزائد نعم. كاينة واحد الأمور اللي كتروجها وسائل التواصل الاجتماعي ديال النظرة السوداوية للعلاقة ما بين المرأة والرجل. أييه. نظرة سوداوية، علاش؟ أكيد. بناءً على مجموعة ديال التجارب اللي هي فاشلة، تينوضوا واحد المجموعة ديال الناس اللي كيبارطاجيوها أو يعني اهم. يعني لي بارطاج يعني مع الناس مخ انطلاقًا من تجربتهم هُما. اهم. ولكن هذاك اللي تيشاهد ما عندوش واحد المناعة إمم. معرفية، ما عندوش واحد المناعة عاطفية طبعًا. باش أنه يقدر يغربل داك الشيء اللي كيتوصل به، يفهم لذلك تيوليو الرسالة. اهم. كيتشبعوا بداك الشيء. أي واحد كيشوف داك الشيء كيولي عنده تخوّف. الشباب تيولي يقول لك باه فوالا هاد السيد شوف كي كان مع هاد السيدة اهم. طلّقوه كذا، خسر زائد المساطر القضائية اللي هي اش داني أنا معقدة. نتزوّج باش آه. نعيش نفس التجربة. تيولي نهار على نهار كيتشبّك، تيولي نفسيًا الإنسان وعقله الباطن كما إلا كنا كنهضروا على العقل اللاواعي تيولي يتشبّع بمجموعة ديال المسائل اللي كتولي ممارسة في اهم. الحياة اليومية. لذلك تيولي يشوف ديك في المرأة أو في الفتاة عدو. زائد كتلقى بعض الشباب اللي هُما ما لقاوش فرص شغل وشافوا شابات اللي هم حصلوا على فرص شغل وتيوليو يحرضوا إمم. في المجتمع بان بان فوالا ها انت البنات وما إمم. بحقهمش انت كوزينتك علاش صح، ولاو صح. تيبانوا كذا كذا، ولا داك الحقد كيتنمى إمم. في وسط المجتمع ما بين البنت وما بين الدري. وحتى الا فكر انه يتزوج يدخل مؤسسة الزواج نعم. وهو داير كونطراتاك من صح. الاول، هذا راه ما نحملوش معول على مسؤولية فقط للرجل، نعم فعلا. ولكن أيضًا للمرأة باعتبار على أنه اليوم كما طبعًا دراسات ويعني هذا واقع كان نعم طبعًا على أن المرأة دخولها لسوق الشغل والاستقلال المالي كتفضّل أنها تكون يعني منفردة لوحدها، ما يعني كتفكر أن هذاك الزوج غيزيدها غير عبء على الحياة ديالها. فهذه المسألة حتى هي ربما من الأفكار اللي أصبحت دابا رائجة بقوة يعني في المجتمع ديالنا. هي للأسف يعني كل واحد وكيفاش كيقول. حنا ما يمكنناش نقولوا بأنها فكرة إمم. رائجة بقوة داخل هذا المجتمع. هذا باعتبار يعني نعم، اللي كما طبعًا اليوم تنطلعوا على مواقع التواصل الاجتماعي، نعم، فغير إلا كان شي مشاكل ما بين الزوجين تيقول لك دابا نقولوها هكا بالعامية هزي إمم، ساقك وهربي. آه، فهاد المسألة هذه راه ربما لا، ولات حتى النقاش ديال هذا الموضوع ولا نعم. فيه شي شوية ديال الميوعة ربما. ما بقاتش القابلية الإنسان بعدا يفهم الوضع اللي هو فيه. وبالنسبة للفتيات أو الشابات اللي كتقول أنا مثلًا عندي واحد المستوى معين أو عندي استقلالية اللي هي مادية اللي موفرة لي كل شيء، أش غيزيدني هذا الراجل؟ ما كنظنش. يعني المرأة ضروري ما كتبغي في حياتها واحد الشخص أو واحد الراجل اللي تكمّل معاه حياتها ويعني يكمّلوا بجوج. اهم. غير هو علاش هاد المفهوم تيقول لك أنا اش غادي يزيدني إلا ما كانش. هي فعلًا اهم. إلا ما كانش الراجل واخا يتزوج مرا خدامة وما كانش كيقوم بالأدوار ديالو، كيتحمّل المسؤولية ديالو ماشي ماديًا، غير معنويًا ونفسيًا اهم. وعاطفيًا، ويكون يحسّس هاديك الفتاة أو هاديك الشابة يعني بأن لها سَنَد. كتلقى ديك البنت كتقول لك اللهم نبقى إمم. بوحدي ولا ندخل راسي في نعم. واحد المتاهة. زائد راه ماشي غير الشباب اللي الرجال ولا الشابات النساء اللي تيقدروا، راه كل واحد كيجيب واحد الحمولة اللي هي طبعًا. نفسية.
من اهم، الأسرة اللي هو جاي منها، اهم، راه ما تيكونش المشكل غير اقتصادي ولا راه حتى المشكل النفسي طبعًا. كيلعب يعني واحد الدور كبير يعني في إنشاء أسرة وعدم إنشاء أسرة والتهرب من الزواج بحد ذاته. أكيد، أكيد طبعًا أستاذة حنان، وربما أستاذ رشيد قاشي عندك تدخل في هذه النقطة هذه؟ نعم، تنتفق مع الأستاذة حنان في جميع النقاط اللي ناقشتها، ولكن باغي نضيف هو اهم، أن في هاد وسائل التواصل الاجتماعي دابا اللي حنا تنعيشوها دابا، هو أن جميع الأفراد ديال المجتمع تيملكوا لنا واحد الهاتف ولا إمم، واحد، يعني أن الأوقات الكبيرة ديالهم يعني عايشينها عايشين مع على مواقع الحائط، التواصل. مواقع التواصل. إمم، الرسالة اللي تتمرر وسائل التواصل الاجتماعي كاينة رسالة قبيحة وماشي هي هذيك، اهم، خصوصًا في هذه المسألة ديال الزواج. من تيجي واحد المؤثر ولا واحد المؤثرة داخل داخل المجتمع وتيعرض الأسرار الزوجية ديالو على الهواء مباشرةً من إمم، أجل أنه يربح مجموعة اللايكات، إمم، هنا القيم المجتمعية تطيح، وبالتالي تيتهدد الزواج. نعم، من تيتجمعوا مجموعة ديال الصفحات واللي كاين الهدف ديالهم اهم، هو الدفاع على فكرة وحيدة متطرفة في هذا الخصوص ديال الزواج. يعني التأثيرات ديالها في المجتمع كاينة أييه، كبيرة، كاينين أطفال، كاينين شباب، وكاينين كبار، إمم، وبالتالي الفكرة تتنضج وتختمر عند داك المتلقي إمم. وما تيديرش الفعل وما تيديرش رد الفعل. طبعًا كما قالت الأستاذة فهمتيني؟ حنان يعني ما عندوش بعدا مناعة مناعة عاطفية ديال أن فكرية، بعدا باش مناعة يفهم عاطفية الرسالة، باش يفهم حتى الرسالة، بالإضافة كما قلت سابقًا هو الانفتاح على الغرب. إمم، فهمتي؟ لأنهم هُم يؤمنون تيصحاب هاد الشباب ديال البلاد هو أن العيشة في الغرب هي الإيديال، هي داك إمم، النموذج، المثالي وبالتالي صح، النموذج المثالي اهم، تيقول لك أنا علاش ما نعيش أنا العيشة ديال الغرب في وسط البلاد إمم، ديالي، وبالتالي هذا هو علاش إمم، كثّرنا داك صح، العلاقات إمم، اللي كما تنقولوا إمم، دابا الرضائية بيناتنا، وبالتالي ما بقاش عليها حتى إلا هضرنا عليها وقلنا هاد الشيء ماشي هو هذاك. كاينين ناس مجموعة ديال عباد الله اللي غادي يحاولوا ما أمكن أنهم يتهمونا بواحد أييه، هذه الاتهامات النقطة اللي أخرى بغيت نقول لك راجعين أستاذ على رشيد، الله. يعني كنقولوا عليهم بلدي، بلدي تيب مازال تيفكّر ت قديم، د إمم، دابا إمم، ولات واحد المصطلح جديد ولا زلايجي. إمم، دابا المصطلح ديال زلايجي وبلدي وكثر من هاد الشيء رجعي، إمم، أييه، هو إمم، أنه يوصفك بهذا الوصم ديال أنك رجعي، نظرًا لأنك أنت ما انفتحش على القيم الإنسانية اللي تيآمنوا بها العالم. مع اهم، العلم أن المجتمع المغربي له خصوصيات، باش إمم، نكونوا واقعيين، خصوصيات خصنا فيها مجموعة ديال الخطوط الحمراء اللي ما خصناش أننا نتجاوزوها، وبالتالي عندنا واحد الفضاء فين يمكننا أننا نتفاعلوا بيناتنا، ولكن كاينين الخطوط الحمراء. حنا راه ماشي إمم، هما أوروبا، حنا ماشي هو هما الغرب صح، أمريكا. إمم، حنا مازال إلى حدود الآن، واخا داك الظواهر ديال المثلية والظواهر ديال الشذوذ الجنسي اللي كاينين عندنا اهم، في المجتمع، ولكن راه حنا إلى حدود الآن، راه حنا كما تنقولوا ما اهم، إمم، ما قابلينهمش نعم، بالمقارنة مع الغرب. إذا كاين الزواج في الغرب رجل، كاين إمم، الزواج في الغرب امرأة، كاين التعريف ديال الأسرة في الغرب اللي تيعرفوه للدري الصغير في المدرسة، هو أن الأسرة تتكون من 3 ديال الأنواع أنواع، ولا 4 أنواع ديال الآخر. كاين الرجل والمرأة وكاين الرجل والراجل إمم، تيكونوا أسرة، وكاين المرأة والمرأة تيكونوا أسرة. حنا مازال ما هبطتش هذه المسألة عندنا على كما تنقولوا بالواضح وبالملموس، أييه، ولكن راه تنعيشوها، إمم، راه ولات كاينه عندنا في مجموعه ديال النماذج. وبالتالي الا قدرتي انك تحاربها ولا تحاول ما اهم، امكن انك تنقذها ولا نواجهوها شي طبعًا حاجه التدخل فيها، اهم، والتدخل فيها إمم. تتاخذ واحد الاوجه ماشي هي هذيك. أكيد، أكيد، وتيتم إمم. المناقشة ديالها نعم. بطريقة مغلوطة، اللي غتخلّي أنها تسرب يعني رسائل ربما غتزيد تشوّش
يعني الفكر الشباب بالنسبة للزواج. غنرجعوا مع الأستاذة البقالي. أستاذة البقالي، أكيد أهلا وي وسهلا انا بك. معكم. مرحبا وي أستاذة بارك الله البقالي، فيك. أنت مرحبا. خبيرة في العلاقات الزوجية. ففي ظل هذه الأسباب وهذه المظاهر اللي تكلمنا عليها حول العزوف عن الزواج لدى الشباب في المغرب، نبغيو نتعرفوا معكم أستاذة البقالي على أنتم داخل المركز، داخل يعني هاد المؤسسة هذه اللي كتشجع على الزواج في إطار الحلال. واش كتعطيو يعني دورات تكوينية، كتقدموا يعني توجيهات، إرشادات بالنسبة لهاد الزواج الجدد، باعتبار على أنه يعني كاين بزاف ديال الأمور اللي ربما ما كنعرفوش النية ديال الشخص واش عنده حقيقة نية الزواج أو لا، وبغيو نتعرفوا على شنو اللي كتقدروا تقدموه بالنسبة لهاد الأزواج الجدد. شكرا بعد التطرق هذه النقط هذه، وانا كنت زعما كنسمعكم مزيان تبارك الله عليكم. مرحبا. بالنسبه للاسباب اللي طرقتوا عليها، لان خصنا نتجاوزوا هذيك الاسباب الاقتصاديه اللي كنعرفوها كاملين، أييه. ولكن ركزتوا مزيان، ركزتوا على الاسباب الاجتماعيه والاسباب النفسيه والثقافيه اللي كيعيشها دابا المغرب. مهم. دونك هذه الاسباب الاجتماعيه طرقتوا لهذيك النقطه اللي كنحسوها حتى حنا في المركز. ملي كيجي عندنا اي واحد، يعني كما عرفتوا ان الزواج راه مطلب اي شخص واي واحد كيبغي استقرار. هذيك النقطه ديال بغيتي اضافات، لان تبارك الله أييه. طرقتوا جميع النقط ما خليتوني ما اقول مرحبا غير مدام هذيك بقالي، النقطه ولكن من حنا كندوزوها طرفك يعني انت كثيرا. في الميدان اكثر غتعطينا الصورة اكثر لا وضوح. تبارك تفضلي. الله عليها، انا نعطيو غير بحال الكونكليزيون، تفضلي. ملخص اللي درتو عليها للاسباب الاجتماعيه. مثلا ضعف التاثير ديال الاسره، هادشي انا كنلاحظو، لان ملي كيجي اي واحد عندنا سواء في الكونسلطاسيون ولا في السيونس ديكوت ولا هذا، ملي كنجلسوا معاهم ما كنلقاوش عندهم واحد التاثير من الاسره ديالو. لان دابا انا هاد الرساله كنوجهها حتى لي بارون أييه. ولاو الوليدات ديالهم من الطفوله، كما درت الاستاذه على التنشئه والاستاذ التنشئه الاجتماعيه ديال الطفل، من صغره هو كيركزوا له على التعليم، على التعليم والقرايه تحقيق ذاته والدراسه داخل المجتمع. ذاته هذا، وكينساو له الجانب الاجتماعي والجانب النفسي. أييه. كيبقاو سقطوا الله يحفظ الله يسلم ملي كتوصل الاسره نطلق. لان دابا الا جينا نشوفوا في المقابل كاين نسبه الطلاق، يعني اكثريه الناس اللي كيجيو عندنا ما نقولش واحد النسبه، ما نقولش كتجاوز 60%، ولكن نقولوا 40 ديال المطلق الوالدين مطلقين. يعني كيجيو أييه. عندي الاشخاص ان والديهم مطلقين، دوك ما عاشوش واحد التنشئه اجتماعيه سويه ومتوازنه باش يتشبعوا بالخصائص، باش يكون واحد الشخصيه اللي قويه يقدر يتواجه معها، اللي كيجتهد كيمشي في التاثير ديالهم المهني التعليمي وهذا. دوك كما درتوا على الاسباب الاجتماعيه اللي هي ضعف التاثير نعم. الاسري والتوجيه، هادشي كنحسوه قبل الزواج. كاينه السيطره ديال فكره الزواج مشروع صعب، يعني ولو الناس كلهم كيشوفوا بان الزواج تجربه فاشله، يعني ما نقدروش نظرا لنسبة الطلاق دابا اللي كاينة. أستاذ بقالي كما كاينه تفضلتي. المقارنات اللي هضر عليها الاستاذ، المقارنات الاجتماعيه والضغط المظاهر، هادشي اللي كنهضروا على الغرب ولا شويه كيأثر علينا في السوشيال ميديا ولا في اي تدخلات في السوشيال ميديا. يعني ولينا دائما كنلقاو هذا الضغط النفسي، كنلقاو راسنا واخا عندنا الفلوس واخا عندنا هذا، ولكن ما قادرينش نعيشوا واحد العيشه. لان ما شاء الله عليكم كتهضروا على المرجعيه الدينيه، حيت بصح وكنأكد لكم مليون في المية ان الحمد لله باقي كنقيسوها ان عندنا المراجع الدينيه. واخا الواحد شنو ما يعيش في المراحل ديالو كيرجع للتربيه ديالو اللي هي فطريه، هو الاسلام. يعني كيعرف هذه راه حرام، هذه راه حلال، هذه فهمتي. واخا ما يلقاش الحمد لله الناس ولات عندها ديك التربيه الفطريه، كيعرفوا هذا غلط وهذا صحيح. دونك كاينه النقطه هذيك ندوزو التدخلات ديال العائلات ولاو كيتدخلوا في الازواج ديال الجدد، وهادشي هذا هو اللي كيخلي ملي كيتدخلوا كيهرب وكيجي اما كيبقى بلا زواج، يعني او مثلا داك الضغط الاسري تقصدي استاذه بقالي. نعم يعني بالنسبه للزواج. والنقطه اللي طرقتوا لها هي هذه الاسباب النفسيه، الخوف من الفشل والطلاق، يعني هادشي وعدم الثقه في النفس وفي الشريك، وهادشي خلاو يعني هذا. انا حاولت غير نعمل شنو هضرتوا عليه اللي ناقشته. وكاينه كما قلتي التشبع بالتجارب السابقه، لان هادشي المؤلمه الناس ولاو ملي كيجيو عندنا كنحس بهم ماشي زعما واخا يكونوا مزوجين ولاو كيخافوا من الاستمراريه، ولاو كيشوفوا ولا عندهم بحال الخوف قلق من المستقبل. دائما
كيحسوا براسهم واخا تبارك الله عندهم نيفو نعم. انتيليكتويال نيفو دو في مزيان، كتلقاهم مثلا إمم. ما حاسينش بواحد صح، الثقه. صح طبعًا أستاذة بقالي، ونقدروا نضيفوا أيضًا الخوف من الفشل، يعني تيخافوا أنهم يدخلوا في هذه العلاقة الزوجية وفي نهاية اكيد المطاف اكيد يعني يطلقوا، يتفارقوا إلى غير ذلك، باعتبار التبعات عاوتاني ديال الطلاق فيما بعد. اكيد والاسباب الثقافيه، لان مزيان هذا النقاش اللي كان في هذه الحلقه كله على الاسباب الاجتماعيه والنفسيه والثقافيه، لان من ناحيه انتشار ديال الفكره كما هضرتوا ديال الفكره، يعني ديال اي واحد ولا كيهتم اكثريه بالدراسه، يعني كتلقى واحد كيركز اكثريه على الدراسه او تحسين الحياه ديالو المهنيه والاقتصاديه. دونك كما عرفتي بان حنا كمركز، لان السؤال ديالك نورمالمون شنو الدور ديالنا ولا شنو باش كنعاونوا او شنو هو النوع اللي كيجيو عندنا، ومن الناس اللي باغيين نعم مدام. نعم أستاذة بقالي، في ظل يعني هاد الأسباب اللي ذكرناها، واش كتحاولوا أنكم يعني تمرروا الصورة الصحيحة والمفهوم الصحيح للزواج من خلال التكوين والدورة التكوينية اللي كتقدموا؟ نعم. اكيد لان اي واحد كيجي عندنا كيكون طالب، يعني ما يمكنناش اي واحد كنستقبلو، اكيد كنديروا معاه جلسات استماع وكنتعرفوا عليهم وكنشوفوا فين عندهم المونك، فين عندهم ضعف. دونك باش ملي كنخدموا لهم مثلا على النقاط اللي يقدروا يتكونوا عليهم، اكيد كنجيبوا مختصين، وهادشي اللي حنا كنخدموا عليهم هو ان كيفاش نأهلوهم قبل الزواج، لان ما يمكنوش انه يدخل تجربه الزواج وهو ما عارفش شنو هو الزواج، شنو هما المسؤوليات اللي كيسينوه من بعد الزواج. نعم. لان اي شخص كتلقاه مثلا عارف بزاف ديال الحوايج ولكن ما كيعرفش يطبقهم في الحياه ديالو اليوميه او الشخصيه، ولا ما كيعرفش شنو هو الدور ديالهم، لان دابا تقلبت الادوار كما قالت الاستاذه حنان، دابا تقلبت الادوار، ولات دابا المراه حتى هي كتشتغل بحال الراجل، حتى هي ولات متطلبه، حتى هي ولات مثلا كعندها مواصفات في شريك الحياه كما كان هذه شحال، يعني الراجل هو اللي كيطلب، لا دابا ولات حتى المراه كتطلب حتى هي المواصفات اللي تقدر تكون يعني اللي تقدر انها توفر لها انها تعيش مزيان. حنا هذا الشيء حنا كخبراء في تطوير العلاقات الزوجيه كنحاولوا نحطوا لهم هذيك الشيء، يعني كنوليو نحاولوا اعاده الثقه ما بين الزوج الرجل والمراه، كنحاولوا اعاده الثقه، يعني كل واحد يعني نعاونوهم انهم كل واحد يعمل دور، لان ماشي مشكل الا تقلبت الادوار ولكن النتيجه تكون ناجحه، تكون بناء اسره، يكون محطوط الهدف. يعني كيفاش يعني الادوار استاذه البقالي، يعني طبعا نزيدوا نفسروا هذه النقطه هذه بالضبط، طبعا باعتبار على ان الرجل كيحتفظ بالدور ديالو والمراه عندها الدور ديالها داخل العلاقه الزوجيه. لا انا كنهضر على النقطه الماديه، يعني ملي كيجي مثلا عندك شي واحد ولا يعني شخص المراه ولا الزوج، ملي كيجيو مثلا باغيين حصص، حيت كاين اللي كيجي مثلا باغي حصص تكوينيه، يعني اكيد كيكونوا ورشات تكوينات نظريه، ولكن فوقاش الماتش ميكر او الخبيره في تطوير العلاقات الزوجيه كنكونوا في احتكاك معهم ملي كيكونوا هما باغيين يتزوجوا، يعني كنفتحوا لهم ملفات باغيين يتزوجوا، هنا اكيد كنشرحوا لهم شنو هما الدور ديالهم في الاسره المستقبليه، شنو هو الدور ديال الزوج. اكيد ملي كيحطوا المواصفات ديال شريك الحياه في جميع النقاط، يعني مثلا في الادوار ديالهم في تربيه الاطفال، شكون اللي غيكون كينفق، شنو المسائل الماديه، هنا اكثريه كيكون نقاش ديال المسائل الماديه، لان عندهم تخوف من التجارب اللي فاشله، واكثريه نتوما عارفين بان سبب الطلاق دابا ولات اكثريه مركزه على الماديات. واضح. وكاين هناك اقبال باعتبار يعني انتم كوساطه في هذه العلاقه الزوجيه، الشباب عنده هذا الوعي هذا أستاذة البقالي، باش أنهم يجيو يبحثوا عن شريك الحياة عن طريق مؤسسة؟ اكيد كما قلت لك حنا تقريبا 12 سنه وحنا كاين عندنا، انا حيت نورمالمون 10 سنوات درتها، واخا كانوا عندنا مراكز ولكن درتها غير دراسه لقيت كاينه اقبال، ولكن من بعد تماركاو الطلاق، يعني شفت فين كاين الخلل. هنا خلقت بزاف ديال الخدمات من بينهم يعني المصاحبه ومواكبه الازواج من بعد الزواج، يعني باش نبقاو حنا معاهم في المركز باش نشوفوا بلا ما يلتجؤوا، لان ملي شفت لقيت الوالدين يعني لي بارون لا من الزوج ولا الزوجه كيكون عندهم تاثير كبير وتدخل ما كيكونش صائب وكيؤدي الى الطلاق. النسبه ديال الشباب اللي تمكنوا انهم يتزوجوا عن طريق هذه المؤسسه استاذه البقالي، قدرتوا تقوموا بدراسات في هذا الشان هذا؟
اكيد حيت الدراسه شنو كتقول بان الحمد لله كاين اقبال على الزواج وتم الزواج على المستوى الوطني، لان حاولنا نقيسنا واخا الاستاذه قالت ما عمرها ما سمعت بالمركز. العلم انا ديجا كاينين 10 يعني سنوات وحنا كاينين وعندنا 7 ديال المراكز، وهذا المركز جديد الحمد لله كاين اقبال كبير يعني من جميع المدن. واخا الاقبال ها هو كاين استاذه البقالي، غير بالنسبه للاستمراريه ديال هذه العلاقه الزوجيه، واش كيتمكنوا هاد شركاء الحياه انهم يكملوا طبعا في العلاقه الزوجيه ديالهم باعتبار انهم ارتبطوا عن طريق هذه الوساطه هذه وعن طريق هذه المؤسسه؟ اوكي فاحنا كنا كنتكلموا في واحد الوقت ماضي على انه المواقع التواصل الاجتماعي كانت منصه للتواصل، منصه للتعارف، منصه الى غير ذلك، لانهم يتعرفوا الاطراف فيما بينهم، ولكن في نهايه المطاف تثبت بانه نقدروا نتعرفوا على واحد الشخص اللي هو افتراضي، ما عارفينش يعني القناعات ديالو، ما عارفينش يعني التوجهات ديالو، وكيكون يعني العلاقه فاشله. فهنا المؤسسه واش قامت بهذا الدور هذا كما ينبغي في هذا الشان هذا؟ اكيد، لان الدور ديالنا شنو هو؟ لان كما عرفتوا بان اي واحد باغي يتزوج مثلا كيطرق باب المركز انك تكون عنده ماتش ميكر كوتش هي اللي مكلفه به، بيان سور كتعرف عليه مزيان وكتعرف على المواصفات، وبيان سور كتبقى معاه مواكبه حتى كيطرق الباب، لان حنا كنخليو واحد نسبه النجاح حتى كيمشيو يديروا واحد تعارف مده شهر ديال تعارف مواكبه الخبيره، كتبقى كيمشيو كيعملوا خطبه يعني تعارف. علاش قلنا حنا كنشجعوا على زواج الحلال؟ كنشوفوا عاوتاني التوافق ديال العائلات ما بين الطرفين، لان الا تم مثلا عدم تم التوافق، مثلا شي عائله رفضات ولا الام دراجه ما قبلتش هذيك البنت ولا شي حاجه، ممكن نعطيوها الى كندخلوا، ولكن الا شفنا كاينه مشاكل كنحاولوا ان نشوفوا له اختيار اخر باش على الاقل ما نشوفوش مشكل. حنا كتعرف دابا الام راه ما يمكنش اكيد الا شافت خصها تفرح معاه يعني تفرح مع ولدها، ولكن ملي ما كتلقاش سيسي كنحاولوا نشوفوا له اختيار ثاني. دونك كيما باش بعجاله باش نشرح لك، نورمالمون حنا الدراسه كتعدي 10 سنين وانا في المركز، كان عندنا غير كنشوفوا غير الماتش ميكين، يعني كنتزوجوا ما كتكونش مواكبه من بعد الزواج، ولكن تماركاو عندنا الطلاقات. نعم، يعني فاصبح من المفروض المواكبه بعد الزواج. جميل جدا يعني استاذه بقالي. نعم، يعني هذه المواكبه خصها تكون يعني مواكبه، لان لقيت من بعد ما شفت الناس اللي طلقوا عندنا لقيت كان تدخل العائله، يعني العائله ديالهم هما اللي كانوا السبب في هذا. دونك هذا الموقت كومونيكاسيون اللي كانوا ما بين لي كوبل ماذا السبب ديالهم هما العائلات، حاولنا نفتحوا هذا السيرفيس هذا جديد، ان الكوتش هي اللي تتكلم يعني كوم اسيستون سوسيال هي اللي تبقى متبعه معاهم، باش حيت ممكن يكون غير موقت كومونيكاسيون بلا ما فهمتي، باش او موان بعدا هما تعرفوا عندنا وتزوجوا عندنا، اكيد كيكونوا عندنا يعني معرفه اكثر بهم وكنقدروا نحطوا يدانا على المشكل، وهما اصلا كيتقبلوا النصائح ديالنا. واضح. كتعرفوا بان حنا نعم ما كنتقبلوا النصائح الا ثقنا، وهذا كنتقبلوا النصائح باغفوا ملي كيكون تحيز ولا هذا كيكون مشكل. دونك واضح طبعا. مدام بقالي يعني وضعتينا في الصوره، باعتبار ان هذه المبادره هي مبادره ايجابيه في تطوير العلاقات الزوجيه في وقت يعني كنا كنتكلموا. نعم تفضلي. لا سلمى، حيت انا ما عنديش غير هذا، نورمالمون حاولت نحط حساب هاد المشاكل، حيت ما عرفت كاينه دراسه ميدانيه دابا، حاولت حتى المشاكل كاينه عندي جديد ديال اللي كيتطبقوا كيفاش البنت تعرف زعما تتعامل مع العجوزه ديالها، نحيد الصوره السوداويه على العجوزه يعني متراجل. فهذه كلها مبادرات اللي كنا كنتكلموا عليها وكنشدوا بها استاذه بقالي باش انها تحقق داخل المجتمع ديالنا، باعتبار على انه يعني كنا كنتكلموا على اهميه حتى ديك الشهاده اللي غتاهل الشباب على انهم واش قادرين حقيقه انهم يأسسوا اسره. فهذه مبادره يعني تسجل لصالحكم استاذه البقالي، فتبارك الله عليكم. غنناقشوا كل هذه النقاط هذه اذا سمحتي من بعد ما نمشيو لفاصل نرجعوا لتتمه لقائنا.
على أمواج إذاعة مكناس الجهوية، لقائنا المباشر برنامج شباب اللايف. موضوع حلقتنا اليوم اللي كنتكلموا بين الحلم والواقع، كيف يواجه الشباب المغربي تحديات الزواج. فغنواصلوا الحديث ديالنا وطبعا الأستاذة البقالي يعني عطاتنا مجموعة من المعطيات فيما يخص المركز، يعني لكي تشجع على الزواج في الحلال. هذه نقطة نبغي نشير مع الأستاذ رشيد القاشي نناقشوها طبعا إذا سمحت أستاذ رشيد. هذا المركز إلا جينا نرجعوا للتقاليد ديالنا والعادات ديالنا، كانت هذه المسألة هذه ديال الخطابة ياك الخطابة هذا تحول جديد. اليوم مؤسسة قائمة بذاتها، قائمة يعني كتعطي الخدمات ديالها إلى غير ذلك. فنقدروا نقولوا بأن اليوم المجتمع المغربي لابد أنه يعني يتقبل هذا يعني هذا التحول الجديد في الطريقة ديال الزواج، طريقة ديال الوساطة، أو أنه صافي يعني نخليو دابا الأمور. طبعا كما كنشوفوا دابا الشباب تيقول لك إلا ما تلاقيتش مع وحدة ولا واحد ما يتلاقى مع وحدة يقول لك ما لا داعي أنني نفكر في الزواج. يعني يشجعوا على مثل هذه الامور. نعم. هاد كما تنقولوا هذا المركز ديال الاستاذه البقالي. نعم حنا نتكلموا بشكل عام. بشكل عام والامثال ديالو هو فكره محبذه. علاش؟ لان في واحد الوقت راه نورمالمون استمدوا هاد المراكز تيستمدوا المشروعيه ديالهم من هاد المساله ديال الخطابه. في واحد الوقت مثلا تيجي واحد السيد في واحد الوقت تيجي واحد السيد وتيبغي يتزوج وتيطرحها لواحد السيده اخرى وتدير لانترميدير، تدير الوساطه على اساس انها تقول له هاد السيده راه حتى هي باغيه تتزوج، تفاهموا. يعني فكنا كنقولوا بانه تزوجوا زواج تقليدي. الزواج دابا راه حتى الشباب اليوم رافض هذه الفكره ديال الزواج التقليدي، تيقول لك خاص نتعرف على الطرف الاخر. لأن العلاقات الإنسانية في العلاقات الإنسانية ماشي بالضرورة أن غادي يفتي عليا واحد الري ويقول لي هذيك صالحة لك مناسبة لك وأنا، لأن خص ضروري داك التفاعلات، والتفاعلات هي القمة ديال العلاقات الإنسانية. علاش؟ لأن احنا تنديروا مشروع، ومن تنهضروا عليه المشروع تنديروا له كما تنقولوا التهيئة ديال المشروع، اكزيكوتيو المشروع، وتنحاولوا ما امكن اننا نشوفوا النجاحات ديال المشروع. الا ما كانش التواصل وما كانش داك التفاعل ما نقدروش اننا ندخلوا في مشروع الزواج. وكاينين بدائل اخرى دابا كما تنقولوا راه في التيك توك وفي وسائل التواصل الاجتماعي كاينين دي زاجونس وكاينين مؤثرين تيديروا هذه الوساطه من اجل الزواج. نعتبروا الامور عاديه طبيعيه دابا. ماشي حنا نعتبروها، هي فرضات ذاتها. لاننا حنا نقدروا نقولوا بان داك الشيء ماشي هو هذاك، يقدر يكون ماشي صحيح 100%، يقدر يكون صحيح واحد 60% واحد 70%، ولكن راه ما صحيحش 100%. علاش؟ لاننا حنا راه ما دايرينش واحد المغامره في الزمان. راه حنا دايرين كما تنقولوا زواج اللي من المفروض انه يمتد في الزمان. اذا في الامتداد في الزمان ماشي بالضروره انني غادي نشوف انا سيده ولا غادي نشوف انا سيد في الشاشه ديال الهاتف النقال ديالي يعجبني في لا فيزيونومي ديالو، في المظهر الخارجي ديالو، ولا يعجبني في داك الطريقه اللي تيحاول ما امكن ونبني عليها واحد المشروع اللي يقدر انه يمتد في الزمان، اللي غيكونوا وليدات وغادي نكونوا حنا كما تنقولوا داك خليفة الله في أرضه. ما إلى حدود الآن ما كايناش. تيبقى الزواج التقليدي كما كنقولوا اللي زوجونا به والدينا واللي تزوجوا والدي كما هما تزوجوا. ربما الطريقة المثلى ديال أن الإنسان يقدر أنه يمشي في هذه التجربة ويقدر أنه تنجح. تنجح نظرا لان في الحوار في التواصل تيبانوا مجموعه ديال المسائل اللي مخبأه، وبالتالي راه ما يمكنش انا كما تنقولوا ما خدامش الزواج نبني لك على الغر. انا غادي نقول لك انا نعطيك واحد الوجه فهمتيني، ونكون سكوزيفريني، ونكون انا عندي انفصام في الشخصيه، اضطرابات. هو انني انا تنعطي وجه، ولكن في الحقيقه ديالي هو انها راه اخر. وبالتالي حنا راه الا دخلنا في هذه المواضيع
تنهرسوا المجتمع نعم. وتنكثروا. ف زيد تفضل أستاذ. تنكثروا من نسبة العزوبة طبعا في وسط الشباب. ففي الدقائق قبل ختام اللقاء ديالنا يعني نوزعوا النقاش يعني في كحلول ومبادرات مقترحة في هذا الموضوع اليوم. نمشيو مع الأستاذة حنان شاد اليوم إلا بغينا نتكلموا على المبادرات اللي ممكن أنها تدعم الشباب اقتصاديا واجتماعيا لتسهيل الزواج والاستقرار الأسري، ماذا يمكن أن نقول في هذا الشأن؟ بخصوص هذا الشأن، أول شيء غادي نهضر عليه هو سياسة الدولة. نعم. الدولة خاصها دير واحد السياسة ديموغرافية لقضايا الأسرة بشكل عام وللشباب. مهم. حنا كنشوفوا بعض يعني التجارب في دول اللي هي إسلامية ليست عربية ولكن إسلامية، بحال مثلا إندونيسيا، ونشأوا أكاديميات مهم. للزواج كيتكونوا فيها شباب، مهم. تيتكونوا فيها شباب ماشي كما مثلا مركز هذا الوساطة كيقلبوا على الشريك الأمثل ولا على حسب مواصفات معينة، ولكن تيكون واحد الشاب مع واحد الشابة شافوا في بعضياتهم أنهم يتوالموا وأنهم يقدروا يدخلوا مؤسسة الزواج، فكيلجؤوا لهاد الأكاديمية هادي باش كيتكونوا بجوج، كيتعرفوا على بعضياتهم بجوج، تيتعرفوا على نقاط القوة ونقاط الضعف. هذا هو مهم. الدور ديال المركز نورمالمون أو أكاديمي اللي خصو يوفروا ماشي فقط أن نسهّلوا الزواج أو أنني غير نعرفوا مع واحد الشخص. ومع احترامي للأستاذة بن شقرون، المراكز يعني ما عرفتش واش كاين غير المركز ديالهم ولا كاين مراكز أخرى. أنا على حسب المعلومات ديالي هناك مهم. مراكز اللي كنت عرفتها زعما من بُعد أنها تتلقى واحد المقابل مادي اللي مهم. هو ربما خيالي مثل هاد مم. الشباب. تيقول لك اعطيني الCV ديالك عافاك شنو هما المواصفات اللي بغاو، كاينين هاد الشي. أيه. وسمعناه من شباب تيقول لك أنا دخلت لواحد المركز باغ انترنت باعتبارها استثمار باعتبارها مشروع. استثمار، تياخدها مشروع هو استثماري، تيقولوا له رانا المواصفات ديالك والCV ديالك وشنو عندك وشحال الصاري ونشوفوا حنا السيده اللي هي عاوتاني عندها نفس المواصفات ديالك ونتلاقاو. ايوا شحال هاد الشيء؟ راه كاين اللي تيطلب من 5000 درهم للفوق، مم. يعني خطابه عصريه ولكن بواحد التكلفة اللي هي خيالية. واخا كنقولوا راه كاين الخطابات اللي هما تقليديات مهم. وتيطلبوا الفلوس. نعم. وبالنسبة لهاد المسألة اللي قلت ديال الأكاديميات، هذه الدور ديالها دعوة الحقيقي يعني تكون هذه المراكز مجانية متاحة للشباب إلا كانت المقبل على مجانية الزواج. أحسن. علاش؟ مم. لحقاش إلا قلنا بحال هاد المركز اللي تكلمنا عليه في الرباط، راه ماشي هي مكناس، ماشي هي رشيدية، ماشي هي بني ملال، ماشي هي مهم. عالم قروي، ماشي. يعني تقدر ربما تنجح في واحد البلاصة ولكن بلاصة أخرى راه ما تنجحش، أو ربما أنها ما تشجعش على الزواج كاع بصفة عامة. والنتيجة اللي لاحظت على حسب الإحصائيات اللي قالت الأستاذة أنها من بعد هاد الزواجات اللي تدخلوا فيها كانت فاشلة مم. وكان طلاقات. هنا خصنا نبحثوا على الأسباب ديال الطلاق. واش بحثتوا على داك الشخص أو ديك الشابة وما كنتوش موفقين؟ مهم. شنو هما الأسباب بالضبط نعم. اللي خلات داك الزواج ما يعني ينجحش إلى كما آخره؟ نقولوا نناقشوا الأسباب ديال الطلاق بطريقة قبلية، يعني نطرحوها قبل ما نعيشوا ديك يعني خصنا باش نطرحوها قبل ما نعين. نعيشوا صح. صح. وخصنا تكون دراسة من استباقية. نعم. جميع مهم. الجوانب، من جميع الجوانب خاصة النفسية. لحقاش الإنسان يقدر يكون هو متمكن ماديًا إلى آخره ولكن نفسيًا راه خصو واحد المدة طويلة باش أنه يتعالج وباش تكون له واحد المواكبة ويكون له واحد التكوين معين باش أنه يقدر يكون واضح. مع واحد شريكة الحياة. إذن بعدا نعم. الدولة خصها تكون عندها واحد السياسة اللي هي واضحة. خاصة كنسمعوا حنا بعدا مجموعة ديال التغيرات وديال مهم. الإجراءات اللي طرأت على مدونة الأسرة اللي خلات مجموعة ديال الشباب أنهم يتراجعوا. يتراجعوا. مم. وزائد أن هناك مسؤولين الله يهديهم ويرد بهم أنا تنقولها اللي مم. كيشجعوا على العلاقات الرضائية، في حين أنه لو تعقدوا مسطرة الزواج أخص بالذكر غير مهم. التعدد. مهم. كاين مثلا إنسان اللي بغى يعدد مهم. وكاين نساء اللي قابلين التعدد وباغيين يدخلوا على التعدد، ولكن المسطرة الآن صدقات فعلا كاين أمور مم. اللي هذا قانونية ولكن استجابة طبعا حيت لمجموعة من هاد الحوار هاد مطالب النقاش في المجتمع ما بين المجتمع. الشباب والشابات راه كاين نعم. وديما كاين. يعني ما يمكنناش حنا نغطيو الشمس بالغربال، هاد الشيء واضح. راه واضح. ومادام كاين تشجيع للعلاقات الرضائية فمعمر الإقبال نعم. على الزواج غادي يكون. فشكرا أستاذة حنان شاد فاعلة جمعوية وحقوقية. نمشيو مع الأستاذة البقالي خبيرة في تطوير العلاقات الزوجية. فباش نختموا اللقاء ديالنا أستاذة البقالي اليوم إلا بغينا نعطيو نصيحة للشباب كيفاش يوازنوا ما بين طموحاتهم الشخصية اللي أصبحت اليوم واقع وما بين متطلبات المجتمع باش يضمنوا واحد الاستقرار للأسرة ديالهم، بناء مجتمع طبعا مستدام. فتفضلي طبعا أستاذة البقالي في دقيقتين إذا سمحتي تفضلي.
انا ولكن دقيقه غير كافيه باش نجاوبهم على بزاف ديال التدخلات داروا، حيت خصك تعرف بان الدور ديال المركز ماشي خطابه، بالعكس هو جا ما بين نعم. زواج تقليدي ومعاصر، لان دابا كما كتعرفوا ضيق الوقت والناس ولاو مشغولين. دونك كاين موق هادشي اللي لاحظنا بعد الدراسه عاد تحط هذا الكونسيبت، هذا أيوه. الكونسيبت اللي فيه خبراء ماشي خطابات، خبراء اللي كيخدموا على الاضطرابات النفسيه الناس، حتى كيجلسوا معاهم كيشوفوا دي ديفو ديالو حتى كنأهلوهم عاد كنزوجوهم. دونك ماشي غير كنجيو كنلاقيو. هذه نقطه. نعم. النقطه باش ما نتجاوزهاش ان حنا واخا باعتبارنا وكاله خاصه وكاينه مقابل، لان عندنا موظفين ما لقيناش الدوله اللي تدعمنا، كيفاش نجيو واضح. اننا نلقاو حلول الناس باش ننمي. لان الهدف ديالي انا كمؤسسه مركز هو ان ماشي هدف مادي، لان ما كاينش، ولكن باش نشجع على الزواج، حيت ولاو عائلتنا ولا ولاد عائلتنا صحابنا ما مزوجيش، لقيت كاينه موق جيت نقضي على داك الشيء د المواقع والنصب والاحتيال وهذا. واضح. جيت عملت مركز قانوني بمقابل مادي، ولكن فيه تكوينات، ما فيش غير ماشي غير باش تلقى شريك حياه غير هكاك بحال الخطابه. بالعكس واضح. جيت واضح. كنجمع ما بين نعم. التقاليد، يعني التقاليد والعادات ديالنا، لان ما يمكنش نهرب على الحلال. اكيد هو كونسيبت انترناسيونال حطيته في المغرب، حطيت المرجعيه حلال كيكون بموافقه الوالدين، لان كيجيو عندنا بنات صغار حتى كتكون العائله ديالو معنا. وميم طون كاين الناس اللي كنكونوا حنا معاهم كنديروا الا لقينا دي ديفو، يعني كنخدموا لهم على دي ديفو. كاين شي وحدين كيجيو عندنا عندهم دي كاليتي وما كيعرفوش انهم يعطوهم الشريك الحياه، كنخدموا لهم انهم كيفاش يرجعوا شركات الحياه، يعني كيفاش يقدموا هذيك لي كاليتي ديالهم. دونك المركز عنده دور كبير وكبير وكبير، وانا كباغيه يزيد يخلقوا مراكز من غيري انا نطيحوا في السوق اننا باش نعاونوا الناس، حيت السبب اللي كيجيو عندنا دابا الناس اللي ما باغيينش يدوزوا كيقولوا ما عندناش الوقت. نعم. فالنصيحه اللي تبغي تقدمي لهم استاذه البقالي؟ انا نصيحه وحده، هو النصيحه يعني نصيحه نجمع فيها كل شيء نظرا لضيق الوقت، هو اننا نخدموا على الجانب النفسي والاجتماعي، حيت هما هادو جوج النقاط اللي خلاو ان تولد دائره العزوف عن الزواج. ماشي اقتصاديا، لان المشاكل الاقتصاديه الدوله الحمد لله في هذه الاواخر ولات كتهز معنا المسؤوليات، ولكن انا الدور ديالي انا كخبيره انني كما قالت الاستاذه خاص الدوله حتى هي تحمل المسؤوليه ديالها. تجربه ماليزيا قالت كافيه، يعني ماليزيا انهم هما قبل الناس قبل ما كيمشيو حتى كيمشيو كيديروا تاهيل. دونك هنا علاش؟ حيت كاينه نقص، يعني كاينه مشاكل اضطرابات نفسيه، سواء كتجي من تنشئه اجتماعيه الشباب، سواء كتكون ظرف طارئ كيوقع ازمه نفسيه كما قلتي، كيوقع تخوف. شكرا لك. دونك انا النقاط اللي كاين هو ان الواحد يخدم على المهارات ديالو، كيفاش التواصل، كيفاش انك تعبر على المشاعر ديالك، كيفاش تناقش مع الناس، كيفاش تعرف بنفسك، كيفاش انك تدبر الخلافات بعقلانيه، يعني مع سورتو دابا كما كتعرف دابا ارتفاع نسبه الطلاق، يعني خاص دابا مراكز اللي هي تحمل المسؤوليه، سواء تبع الدوله سواء تخلق، يعني هذا بالعكس. مرحبا. شكرا مدام بقالي. مرحبا. شكرا على هذه الاضافات، لان تبارك الله عليكم ناقشتوا هذا الموضوع بعقلانيه، وما شاء الله حطيتوا يدكم على اليد المريضه ديال المجتمع المغربي. فشكرا استاذه البقالي، شكرا على التدخل ديالكم انت ايضا كخبيره في تطوير العلاقات الزوجيه. ونمشيو في نقطه نختموا بها مع الاستاذ رشيد القاشي، باحث في علم الاجتماع. مرحبا استاذ. الحلول اللي تنشوفها بالإضافة كما قالت الأستاذة البقالي والأستاذة حنان، هو أن على مستوى السياسات العمومية خص توفير الشغل. نعم. لأن الأساسي باش الإنسان يتزوج خصو يخدم، لأن الشباب ديالنا خصو الدولة خصها تحاول ما أمكن أنها ترفع من كما تنقولوا العروض ديال الشغل. هذه واحد. جوج بالنسبه العائق الاقتصادي. مثلا هاد المؤسسات، هاد المراكز ديال الوساطه والارشاد الاسري وداك الشيء خصو يتمأسس، فهمتيني، بناء على الاخر. من تتمأسس تتولي القضيه فيها كما تنقولوا المصداقيه اكثر طبعا. اكثر. كذلك تنظيم المحتوى الرقمي، ذاك المحتوى الرقمي خص تكون الرقابه عليه، لان اللي تيهدد في ذاك الضرب واحد القيمه من قيم المجتمع في المحتوى الرقمي داخل المجتمع المغربي. خصنا نحاولوا ما امكن اننا نضربوا يد من حديد ولا نسدوه، ولا نحاولوا ما امكن اننا نديروا عليه مجموعه ديال العقوبات، من اجل ان كما تنقولوا نشجعوا الايجابيه اكثر ما نشجعوا السلبيه داخل المجتمع. بالاضافه الى
احياء ذاك القيمه ديال التضامن، التضامن الاسري المغربي اللي المفروض انها دائما كاينه. هو نعم. ان مثلا الانسان ملي تيبغي يتزوج يعاونوه مجموعه ديال أييه. العائله، الا ما كانتش هكا راه ما كاين والو. إمم. راه الانسان قادر انه يتزوج، ولكن راه كاينه العائله اللي هي تتعاونوا من اجل انها توقفوا إمم. من اجل انه يكري اسره. جميل. واخيرا تعزيز ذاك ثقافه الحوار. خصنا نتحاوروا، إمم. خصنا نتفاهموا ونهضروا. الحوار والتواصل والمسؤوليه، نقدروا اننا هاد الشباب اللي ما فاهمش الفكره ولا عازف على الفكره ولا متخوف من الفكره، نقدروا اننا نحببوها له، ونقدروا اننا بطريقة سلسة بطريقه سلسه. إيجابية. هذا هو شكرا جزيلا لكم، شكرا آه. على حضوركم معنا في مناقشة هذا الموضوع المهم. طبعا كما سبق وتكلمنا على أنه كيمسنا جميع وكيمس يعني تفاصيل حياتنا اليومية. فشكرا للأستاذ رشيد القاشي باحث في علم الاجتماع، الأستاذة حنان شاد فاعلة جمعوية وحقوقية، والأستاذ البقالي خبيرة في تطوير العلاقات الزوجية. فمستمعينا الكرام، بهذا كنكون وصلنا لنهاية لقائنا من برنامج شبابي لايف. أضرب لكم موعد الأسبوع المقبل مع موضوع جديد كيهم فئة الشباب داخل مجتمعنا المغربي. فالشكر للزميلة سناء حافظ اللي كانت مرافقنا في الهندسة الصوتية والإشراف التقني، وسلمى المدغري هذه تحييكم إلى اللقاء.